بيبدأ فيلمنا على جون اللي بيسمع صوت ترزيع وخبط جاي من بره البيت، وعلى طول بيجري على بره وبيلاقي البنك حجز على عربيته واللي بيشحنوها معاهم وبياخدوها وبيمشوا، وده لان جون مديون بفلوس كتير للبنك وما سديهاش، وبتبقى حالته الماديه والنفسيه في الارض ومتكحول على الاخر. وبعدها مراته دينيس بتتخانق معاه على اللي حصل، لان العربيه اللي اتاخدت تبقى بتاعتها هي، فبقول لها تشيل معاه بس الفتره دي وهو هيحاول يصلح كل حاجه. وبقول لها كمان انهم كانوا هيحجزوا على البيت لولا وجود العربيه دي، واكيد العربيه ارحم من انهم يطردوا بره البيت اصلا، وانهم على الاقل لسه عندهم العربيه التانيه بتاعته هو. وبيعرفها كمان بانه بيسعى وقلب الدنيا علشان يلاقي وظيفه جديده، وبيفضلوا يشدوا مع بعض في الكلام لحد ما بيجي لهم ابنهم مايكي وبيلطف الجو عليهم وبيبقوا بيحبوه جدا. ومايكي بيبقى متعلق برياضه كمال الاجسام وبيحب روني كولمان ومنبهر بيه، وبيفضل يحزق ويشد عضلاته قدام ابوه اللي بيفرح ووشه بيتفك لمجرد ان ابنه فرحان، وبيقعدوا ياكلوا سوا. وبعدها جون بياخده معاه علشان يوصل ابنه للمدرسه، وبيوصل مراته كمان لشغلها، وبيقعد يهزر معاهم وبيضحكوا كلهم مع بعض لحد ما جون بيوصل ابنه للمدرسه اللي بيكلم ابوه هما ماشيين، وبيقول له ان هو محوش 46 دولار من مصروفه، وبيقول له ياخدهم علشان يساعدوا في البيت، وانهم عيله واحده ولازم يساعدوا بعض. وبيفرح جون من كلام ابنه وبيخلي الفلوس بتاعته معاه. ولما جون بيقول له كلمه وداع مايك بيتضايق وبيقول له بلاش كلمه الوداع دي علشان هو ما بيحبهاش، وبيهزر جون مع ابنه قبل ما يسيبه وبيعمل له حركات بتاعت روني كولمان. وبعدها بيروح على شغله وبيبقى شغال في المصنع ده كعامل لحام، وبيخلص الشيفت بتاعه وبيروح علشان يقدم على وظيفه تانية مع الشغل، وبيبقى في ناس كتير جدا جايه تقدم على نفس الوظيفه. وصاحب جون بيقول له يصرف نظر لان في اكتر من 400 شخص بيقدم معاه ومنهم واحد بس اللي هيتقبل، ومستحيل يكون جون. وبيقول له هتدخل المكتب وصاحبنا هيبص في السي في بتاعك ويقول لك ان امكانياتك اكبر بكتير من الوظيفه دي وهيرفضك كده كده. لكن جون بيصمم لحد لما بيتنده على اسمه وبيدخل للمقابله وبيعرف نفسه وبيقول للمدير ان هو محتاج الشغلانه دي جدا وممكن يعمل اي حاجه علشان يشتغلها، لدرجه انه مستعد يبدا حالا. فالمدير بيرد على جون بنفس الكلام اللي صاحبه قاله له، وبيقول ان هو مجتهد والسيره الذاتيه بتاعته ممتازه وان قدراته اكبر بكتير من اللي هم محتاجينها، وبيقول له هنتصل عليك لو احتاجناك. وبكده بيبقى اترفض بشياكه. وبعدها بيبقى مايك عنده مباراه رياضه تخص المدرسه، واكيد جون ودنيس بيقعدوا وسط الاهالي علشان يتفرجوا على ابنهم، واكيد كمان علشان يشجعوه، وبيقدر انه يصد هدف. وبعدها بيجري بسرعه لكن مايك فجاه بيتعب وابوه بياخد باله من اللي بيحصل له وبينهار مايك وبيقع على الارض. وعلى طول جون بيجري على ابنه بكل سرعته وبيشوفه وهو مرمي على الارض وعمال يتشنج، ومن غير تفكير بيشيله وبيجري بيه علشان يوديه للمستشفى. وبيركبوا عربيتهم وبيطيروا على هناك وبيوصلوا، وبيشيل جون ابنه وبيجري بيه جوه. وممرض الاستقبال بيلاحظ ان مايك ما بيتنفسش وعلى طول بينقلهم على الرعايه المركزه، وبيفضلوا يسالوا جون ومراته عن مايكي وبيعرفوهم انه كان سليم وما عندوش مشاكل وانه كان بيلعب عادي في مباراه تبع المدرسه، ولما جري خطوتين وقع على الارض. وبتلاحظ الممرضه ان الكبد بتاعه متضخم، وبسبب الضغط بتاع جون ومراته بيضطروا انهم يخرجوهم بره عشان يشوفوا شغلهم، وبياخدوا منهم كل البيانات اللي هم محتاجينها. وبعدها بكام ساعه بيدخلوا لابنهم مره تانية اللي بيفوقوا لكنه ما بيبقاش قادر يتكلم معاهم، وبيكلمهم الدكتور وبيعرفوا ان الضغط عنده اقل من المعدل الطبيعي وكل شويه بيقل اكتر واكتر، وانهم هيدخلوا في مشكله كبيره لو الضغط ده قل عن رقم 70 اللي في الجهاز، لان وقتها المشكله هتكون في قلبه اللي هيبقى معرض انه يقف في اي لحظه. وبتصدم جون وبيخاف على ابنه. وبعدها بيروحوا يقابلوا مديره المستشفى والدكتور ترينر اللي بيبقى متخصص في عمليات جراحه القلب، وبيقعدهم ترينر وبيشرح لهم حاله مايكي وبيوريهم اشعه مقطعيه على القلب لطفل طبيعي في سن مايكي، وبيوريهم الفرق بين الطفل الطبيعي وابنهم، وبيعرفهم ان قلب مايكي اكبر ب3 مرات من الحجم الطبيعي اللي في سنه وان حالته ميؤوس منها، وما قدامهمش حل غير ان هو يعمل عمليه زرع قلب جديد والا هيموت في خلال فتره بسيطه. وبينهاروا لما المديره بتقول لهم انهم هيمشوا على الادويه علشان يخلوه يعيش اطول فتره ممكنه، وبتقول لهم يفضلوا معاه ويعملوا ذكريات حلوه سوا قبل ما يودعوه. وبيعرفوا ان حتى عمليه زرع القلب غير انها مكلفه جدا فهي خطيره جدا ونسبه نجاحها اكيد قليله، وبيبقى جون مش عارف يلاقيها منين ولا منين لان كل الظروف ضده حرفيا. وبيقول للدكتور انه عايز يعمل العمليه دي لابنه، فالمديره بتعرفوا انهم هيحطوا مايك في قائمه المحتاجين للاعضاء، لكن فرصه انهم يلاقوا متبرع او قلب حتى يناسب مايكي صعب جدا. وبتعرفوا كمان انه مش هيقدر يدفع ثمن العمليه، فلما بيكلمها عن التامين اللي معاه واللي واخده من الشركه اللي شغال فيها فبترد المديره وبتقول له ان التامين ده مش شامل العمليات الكبيره اللي زي دي، وغير كده فهي عارفه كل حاجه تخص حالتهم الماديه. وبتقول له ان العمليه تتكلف 400 مليون دولار، وانهم علشان يضيفوا اسم مايك للقائمه بتاعه المحتاجين لاعضاء محتاجين دفعه اولى واللي ممكن ما تقلش عن 75,000 دولار. وبتبقى الارقام دي خياليه بالنسبه لجون اللي بيروح لرئيس الشركه اللي هو شغال فيها علشان يكلموا عن التامين الناقص اللي معاه، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي صاحبنا قلل شغله اصلا من دوام كلي لدوام جزئي. وبيعرفوا التامين اللي بيتكلم عليه ده يبقى للدرجه الاولى من العمال
الاعمال واللي هو ما بقاش منهم، وان التأمين اللي يخصه اخرهم معاه 20,000 دولار ومش اكتر من كده، ده لو حصل له هو وعكة صحية. وبفضل جون ومراته يتنططوا من هنا لهنا وبيكلموا المؤسسات المالية والاجتماعية وكل حاجة علشان يساعدوهم ويبصوا لحالة ابنهم، لكن ما بيوصلوش لحل، وبيقدم على اكتر من شغلانة وبرضه بترفض، وبيحاولوا انه يحل مع المستشفى بكل الطرق، لكن اكيد برضه في الفاضي. فبيلجأ هو ومراته انهم يبيعوا اي حاجة في بيتهم، وبيلموا كمان التبرعات من الكنيسة، وبيفضلوا ينحتوا في الصخر حرفيا علشان يلموا فلوس من كل مكان، وبيقعدوا مع ابنهم وجون بيفضل يهزر معاه، وبيفضل مايك يعمل حركات كمال الاجسام مع انه بيبقى تعبان ومش قادر. وبيلاحظ جون ان الضغط بتاعه في النازل كل يوم، وبعدها بيشوفوا حالة لطفلة جنبهم اتوفت لنفس السبب بتاع مايكي، واكيد بيترعبوا على ابنهم واللي ضغطه مش مستقر وبرضه في النازل. وتاني يوم جون بيفضل يبيع في العزال والاساس بتاع بيته، وبعدها بينجح انه يوصل لمذيع تلفزيوني مشهور، وجون بيعرفه بحالته وبالازمه اللي هو فيها، وبيبقى كل امله بس ان المذيع ده يعرف حالته للناس علشان يلم تبرعاته وكده. وصاحبنا بيقول له يسيب رقمه مع مدير اعماله بره، وبيبقى بالعربي كده بيطرقه. وبيروح جون يبيع الخاتم بتاع مراته ب$90، وبيروح بعدها للمستشفى، وبيلاحظ ان الضغط لسه بيقل، فبيضطر انه يبيع عربيته هي كمان. لكن في الوقت ده بيجي له اتصال من دينيس مراته وهي في المستشفى، وبتعرفوا ان ابنهم هيموت وان الدكتور ساب المستشفى، وانهم كمان هيخرجوا مايك من العنايه اللي هو فيها ويسيبوه يموت. وبتقول له جون يعمل اي حاجه تانية غير انه يجمع في فلوس، لان كل اللي هم عملوه ده في الفاضي. وصاحبنا مايك بيقعد يفكر مع نفسه وبيبص لصوره ابنه وشكله ما بيبقاش ناوي على خير، وبيروح للدكتور ترينر وبيقول له انه دفع $6,000 امبارح تكاليف الرعايه، وبياخده يتكلم معاه على انفراد، وبيلوم على ان المستشفى خدت قرارها في انهم يطرقوا مايك للبيت علشان يموت هناك. وبيحاول جون انه يحلوا معاه بكل الطرق، وبيقول لهم انتوا بتعملوا 300 عمليه زرع قلب في السنه، ما تعرفوش تعملوا العمليه دي بس من باب الاحسان. وبيعرفوا انه جمع $22,000 وده اكيد بيطلع روح، وانه شغال 20 ساعه في اليوم، وبيطلب منه على الاقل بس يسيب ابنه في الرعايه لحد ما هو يدبر باقي المبلغ. وبعد كلام وتحايلات كتير مع جون، الدكتور بيرد عليه وبيقول له لو سمحت ابعد ايدك من عليا. فجون بيتجنن وبيمسكه من قفاه وبيدخله الغرفه، وبيخرج كمان مسدس، وبيقول له خلاص بقى ما عادش في كلام يتقال غير انكم هتعملوا العمليه دي لابني غصب عنكم كلكم. واكيد الدكتور بيعملها على نفسه وبرضه اكيد بيوافق، وبيطلع جون سلسله وقفل من شنطته وبيقفل عليهم، وبيخرج من مخرج تاني هو والدكتور، وبيهدد عامل الامن بالمسدس، وبيتمشى بالدكتور جوه المستشفى وبيهدد كل اللي بيجي في طريقهم، والناس اكيد بتخاف منه وبتطلع تجري. وبيفضل جون يقفل كل ابواب المداخل بتاعه المستشفى عشان ما حدش من الشرطه يقدر يوصل له جوه. وبيشوف واحد من المرضى ايديه مصابه وبتنزف، فبيطلب جون من الدكاتره انهم يساعدوه بسرعه ومن غير ولا فلوس ولا تامينات. ولما المرضى بيعملوا هوجه، جون بيقول لهم من هنا ورايح كل المرضى اللي في المستشفى هيتعالجوا بالمجان. وصاحبنا سيون بيفرح بالقرار ده، وبعدها جون بيقعد مع المرضى وبيسمع مشاكلهم وبيحاولوا انه يهدي الوضع، لحد لما بيسمع عربيه الطوارئ وهي داخله المستشفى، فبينقل كل المرضى لغرفه تانية. ولما بتوع الطوارئ دول بيحاولوا انهم يدخلوا بالحاله اللي معاهم، بيلاقوا الباب مقفول، وبيشوف جون الحاله اللي معاهم وبتبقى خطيره جدا لان المريض ده مصاب بطلق ناري ولازم يتلحق بسرعه. وبيضطروا انه يفتح لهم الباب وبيهددهم بالمسدس، وبيقول لهم يسيبوا الحاله مكانها ويهربوا هم، وفعلا بيعملوا كده. وعلى طول بيسحب جون الحاله دي للمستشفى وبيخلي الدكاتره يساعدوه بما فيهم ترينر اللي بيفضل يقول لجون انه جراح قلب وبس وما بيفهمش حاجه في الباقي، لكن جون بيجبره لان بيبقى عارف انه بيصيع عليه. ده في الوقت اللي عربيات الشرطه بتحاصر المستشفى، وجون بيبقى كده وقع في ورطه كبيره، ورجاله الشرطه بره بيفكروا في خطه علشان يقتحموا المستشفى، وجون بيبقى لسه عمال يساعد في المرضى، ومحدش من الدكاتره بيعمل اي حاجه بمزاجه، وكلهم بيتحركوا باوامر من جون اللي بيسمع صوت حد بيحاول يتواصل في اللاسلكي مع عامل الامن، وعلى طول بياخدوا منه، وبيتواصل بنفسه مع الملازم اللي واقف بره هو وبقيه الشرطه، وبيعرفهم باسمه كمان. وبيعرف الملازم ان جون هو المجرم اللي قلبين الدنيا علشانه، وبيحاولوا انه يتفاوض معاه، وبيساله هو عايز ايه، فبقول له تجيب لي مديره المستشفى ريبيكا، وانه يخليها تضيف اسم ابنه مايكي في قائمه المحتاجين للاعضاء، وبقول له هو ده كل اللي انا عاوزه، ولو حد فكر يعمل حاجه كده ولا كده فهيقتل ناس كتير وهم هيبقوا سبب في موتهم. وبيحاول الملازم انه يوصل لحل معاه، لكن جون بيبقى متربس وما بيبقاش عايز اي حاجه غير انه يضمن مساعدتهم لابنه مش اكتر. وبيقعد مع الراجل اللي مراته بتولد جوه وبيحاول يطمنه، وبيقول له كنت زيك يوم ولاده مايكي ابني، وبيطمن برضه على المريض اللي بيتعمل له عمليه جوه، وبيعرف من الدكتور ترينر ان حالته مستقره وهيقدر يعيش. وعلى الناحيه الثانيه بيبقى في ممرض مع مايكي وبيديله كل الادويه اللازمه اللي تحافظ على حياته لحد ما يعمل العمليه.
شويه، وبيبان التعب جامد على مايكي. وبتشوف دينيس اهل الطفله اللي توفت جنبهم وهم منهارين عليها، وبتخاف اكتر واكتر على ابنها. وصاحبنا ديركو الساقع بيحاول انه يتنصح، وبياخد اي ادوات طبيه من ورا جون علشان يهجم عليه وكده في الوقت المناسب، لكن عامل الامن بيحذره. اما بره المستشفى فالناس بتكون سمعت تخاطيف كلام عن اللي بيحصل جوه، وبيكونوا متجمعين حوالين الشرطه علشان يشوف الموضوع ده هيرسى على ايه. وبوصل رئيس الشرطه جاس، والملازم بيحاول يمشيه وبيقول له يبعد هو عن القضيه دي ويريح في بيته، وان كل حاجه تحت السيطره. لكن جاس بيفضل محافظ على ابتسامته قدام الناس، وبيهين الملازم من تحت لتحت. وفي الوقت ده جون بيبقى مروق على كل اللي معاه، وبياكلهم وبيشربهم من الثلاجات الموجوده في المستشفى، وبيقعد يدردش مع الدكتور وبيقول له انه عمل فحوصات كتير على جسم ابنه بعد ولادته ولقاه سليم وما فيهوش اي حاجه طول السنين اللي فاتت. فبتكلم الممرض معاه وبيقول له شركه التامين اللي انت تابع ليها بتدفع مبلغ وقدره للدكاتره وقت الفحوصات، علشان لو لقوا مشكله كبيره في طفل زي ما حصل مع ابنه كده يقفلوا بقهم ويعرفوا اهله ان هو سليم لحد لما يموت فجاه بعد كام سنه. وبكده شركه التامين حمت نفسها من دفع مبالغ كبيره مقابل حياه الاطفال، والدكتور اكيد بيبقى متروق عليه بمبالغ محترمه، والكل بيتراضى الا الطفل اللي بيموت وسط كل ده. وعلى طول كل المرضى اللي مع جون بيقلبوا على الدكتور بانه منافق ومرتشي، وكل الدكاتره زيه كده. حتى الممرض نفسه بيهين في الدكتور وبيفضحه قدام الكل، وبيقولوا ان محدش بيتعالج في المستشفى دي الا اللي معاه فلوس، اما الباقي بيتداس عليهم وارواحهم بتضيع بسبب جشع الدكاتره. وبعدها بيتصل جون على الملازم وبيساله ايه اخر الاخبار عن القائمه اللي عايز يضيف اسم ابنه فيها، لكن الملازم بيساله عن الرهائن اللي حابسهم جوه، فبيردوا بانه بيعاملهم حلو ومش حارم حد من حاجه. فبيطلب منه يسيب كام واحد بس من الرهاين يخرجوا علشان يوضح حسن نيته معاهم، وعشان يقدروا هم يساعدوه، وعشان برضه يطمن الجمهور اللي واقف بره المستشفى. وبيبقى في الوقت ده قدر يوصل لنظام المراقبه جوه المستشفى، وبيشوف جون من الكاميرات، لكن جون بيبقى عايز اسم ابنه يتضاف للقائمه ويطمن انه هيعمل العمليه دي الاول، وبعدها هيعمل لهم اللي هم عاوزينه. وبيوافق انه يسيب الرهاين يخرجوا من المستشفى، وبيقول له لو اسم ابني ما اتضافش للقائمه بعدها بساعه بالظبط فهيبدا يقتل في الرهاين من غير تفكير. وبعدها بيقعد جون يفكر هو هيختار مين من الرهاين عشان يخرجهم بره، ووقتها بتقوم خناقه بين ديركو وشخص تاني. ولما جون بيتدخل ديركو بيرش الرذاذ ده في عينه وبيرشق الحقنه اللي قلبها في كتفه، وبيحاولوا انه ياخدوا المسدس من جون اللي بيديله بالدماغ وبيوقعه على الارض، لكن المسدس بتاعه بيقع بعيد عنه. فبيصرخ ديركو في حبيبته بانها تجيب له المسدس بسرعه، وفعلا بتقوم، ولكنها بتسيب المسدس وبتاخد الرذاذ وبتروح لديركو وبترشه في عينه، وبتبقى شكلها معبيه منه على الاخر، وبتضربه كمان قدامهم كلهم، وكل اللي في المستشفى ما بيبقوش طايقينه وبيقعدوا يضحكوا عليه. وبتخلع جيس الباروكه وبتحدفها في وشه، وبياخد جون الكلبشات من عامل الامن وبيكلبش ديركو في الحديد ده، وبيختار الست اللي لسه والده انها تخرج هي والاسبانيه اللي معاها طفلها الصغير. وبره بتبقى الشرطه موجهه اسلحتها كلها على الباب، وبيفتح فعلا جون وبيخرج الرهاين. والمذيع اللي كان جون بيترجاه علشان يساعده بيبقى واقف في المكان وعمال يذيع كل اللي بيحصل. والرهاين لما بيخرجوا بيتكلموا عن جون بانه راجل طيب وما اذاهمش في حاجه، وانه عايز ينقذ ابنه مش اكتر. وعلى الناحيه الثانيه جاز بيخطط مع مديره المستشفى على حاجه، وهي انهم يتصلوا على جون ويعرفوا انهم حطوا اسم ابنه في القائمه من غير ما يعملوا كده فعلا علشان يوهموه ويخلصوا الموضوع ده كله. وديركو بيتكلم مع جون وبيساله عن خطته لما يعملوا العمليه لابنه فعلا، فبرضه بيقولوا انه ما عندوش اي خطه وانه هيمشي مع الاحداث زي ما هي ماشيه. وبيروح الملازم والمديره لدينيس في الجزء الثاني من المستشفى عند مايكي، وده لانه جون مسيطر على مكان الاستقبال وبس. وبتتكلم دينيس وبتقول للملازم انها هي اللي ضغطت على جوزها علشان يعمل كده بعد ما عرفت ان المستشفى هتخرج ابنها بره الرعايه وهيسيبوه يموت، وبتعرف ان جوزها طيب وما يقدرش يقتل نمله. وبتتكلم المديره مع دينيس وبتقول انها هتحط مايكي في القائمه خلاص، وان المستشفى هتتكلف بكل المصاريف اللازمه علشان العمليه تتعمل. فبتفرح دينيس جدا وبتاخدها بالحضن. ولما الملازم بيخرج مع المديره بيوبخها على كذبها وبيشكر في ادائها التمثيلي اللي لسه عاملاه من شويه على دينيس. وفي الوقت ده الاخبار كلها بتبقى مقلوبه على اللي بيحصل في المستشفى، والمذيع بيتواصل مع جيمس صاحب جون واقرب حد ليه، واللي بيتكلم عن جشع الدكاتره والمستشفى كلها، وبيطيح في كل المؤسسات اللي راحوا لها وما ساعدتهمش، واكيد بينصف صاحبه في الموقف اللي هو فيه. وجون بيتاثر جدا لما بيسمع الكلام ده في الاخبار. واخر حاجه صاحبه بيقولها لجون انه ياخد باله من نفسه وانه هو في صفه ومعاه. وفي الوقت ده الشرطه بتخطط لدخول واحد مسلح منهم للمكان اللي جون فيه عن طريق فتحه التهويه، وانه لما يشوف جون يقتله من غير تفكير. لكن الملازم بيوصل لهم وبيمسك في جاس بعد ما عرف خطته دي، وبتدور بينهم خناقه بالكلام. وجاس بيقول انه جون ادالهم مهله ساعه ولا هيبدا
يخلص على الرهين زي ما هو قال، وانهم لازم يخلصوا عليه دلوقتي. وفعلا بيبداوا في تنفيذ خطتهم وبيعطلوا المراوح اللي فتحت التهويه، وجون والباقي بيلاحظوا اللي حصل. وفعلا واحد من القوات الخاصه بيبقى عمال يتمشى جواها، والشرطه بتعمل كمين لجون وبيخلوا مراته تتصل بيه علشان يتلهي، وبتعرفوا ان ابنهم بقى على القايمه خلاص، وبتبقى طايره من الفرحه. حتى جون بيبقى فرحان جدا بالخبر ده. والشرطه بتتابع المحادثه دي صوت وصوره، وبيسمعوا جون وهو بيسال عن صحه ابنه، وبيقلق لما مراته بتقول ان حالته خطيره وبيموت. والمحادثه اللي بينهم دي بتتسرب على الاخبار، والكل بيسمع اللي بيتقال، وبيسمعوا صوت عياط دينيس عليه، واكيد الكل بيتاثر جدا. والهاكر بتاع المذيعيه بيقدروا يوصل للكاميرات بتاعه المستشفى، وعلى طول بيبداوا يذيعوا. وفي الوقت ده بتروح دينيس لابنها وهو تعبان على الاخر، وبتديله التليفون علشان يكلم ابوه اللي روحه بتدب فيه اول ما بيسمع صوته، وبيفضل يطمن عليه. وباقي الشرطه سامعين كل حاجه، وصاحبنا بيوصل من فتحات التهويه وبيقدر يحدد مكان جون، وبيستنى الامر. لكن في الوقت ده مايك بيقول لابوه انه حاسس انه قرب يموت، وانه سمع انه لازم يعمل عمليه كبيره في قلبه. فجون بيكلمه وهو بيبكي وبيقول له ما تقلقش يا بطل، وبيوعده انه مش هيموت، وبيقول له ازاي اقدر اعيش في العالم ده وانت مش موجود فيه. وبيبقى المذيع بصراحه عامل الواجب ومشير كل ده صوت وصوره في الاخبار. وبينجح جون ان يلمس قلوب كل الناس اللي بتسمعه هو وابنه الصغير. يا راجل ده حتى مديره المستشفى بتتاثر من الكلام ده. وصاحبنا القناص بالرغم من كل اللي حصل بيجي له امر بانه يقتل جون، لكنه بيبعد عن المرمى بتاعه، وبيفضل القناص مستنيه يظهر علشان يقتله اللي لسه في المكالمه مع ابنه. ومايك بيقول لابوه انه بيحبه جدا، فجون ما بيقدرش يمسك نفسه وبالطريق يقفل المكالمه علشان ما ينهارش وابنه يسمعه. وسيون بيروح لجون بعد ما خلص مكالمته وبيقول له كل اللي حصل ده متذاع التلفزيون دلوقتي. وفعلا جون بيقدر يشوف نفسه. وفي الوقت ده القناص بيقدر انه يسيب جون في كتفه، واللي بيقع في مكانه بينهار. والشرطه بتستعد انها تقتحم المكان، لكن جون بيلاحظ مكان القناص وبيقوم على رجله مره تانية، وبيقدر انه يوقع القناص ده على الارض وبينزل فوقه ضرب. وبعدها بيخلي سيون يكتفه في الكرسي، وباقي الممرضين بيقعدوا يعالجوا الجرح بتاع جون اللي بيعرف ان الشرطه ضحكت عليه وانهم ما حطوش اسم ابنه في القايمه زي ما اتقال لمراته. ووقتها الناس بتصور بره المستشفى وبيفرحوا لما بيشوفوا جون وهو لسه عايش، اللي بيفتح الباب وبيطلب انه يشوف الملازم ويتكلم معاه. وطبعا بيبقى متوجه عليه ترسانه اسلحه، والمروحيه بتيجي والوضع بيبقى على المكشوف بسبب الناس المتجمهرين حوالين المستشفى ومتعاطفين مع جون وقصته. وبيخرج جون القناص وهو متكتف بالمنظر ده، والناس كلها بتضحك وبتسف عليه. وبيكلم الملازم وبيقول له هم ليه عايزين يقتلوه ومستسهلين قتله للدرجه دي، ومش عايزين حتى ان هم يفكروا ان ينقذوا حياه ابنه. لكن الملازم ما بيتكلمش الا على الرهاين وعلى جون شخصيا واللي بيهددوا بالسجن او الموت. وبرضه جون ما بيتكلمش الا على انقاذ ابنه مش اكتر ولا اقل، وبيقول انه محتاج المساعده، وبيساومهم على القناص بتاعهم وبيقول لهم انقلوا لي ابني في مكان الاستقبال اللي انا فيه، ووقتها هسلمكم القناص بتاعكم وهستسلم. وكل واحد هيروح على بيته. وبيدخل مرة تانية للمستشفى، والجماهير اللي بتصرخ بره دول بيضغطوا على الضابط اللي بيقرروا انهم ينقلوا له ابنه فعلا، وعلى طول بيعملوا كده قدام الناس كلها. وبيخرج الممرضين بتوع جون من الباب وبياخدوا مايك وبيدخلوا بيه، وعلى طول جون بيرمي لهم القناص بره زي ما وعدهم. وبيتكلم ترينر مع جون وبيعرفوا ان حالة مايك ابنه بقت اسوأ، وانه مش هيقدر يعيش من غير قلب جديد في الوقت ده، وان ممكن يموت حاليا في اي لحظه. حتى كمان ما عادش في وقت لحوار القايمه، وانهم يستنوا متبرع علشان ياخدوا القلب بتاعه. فجون بيقول لترينر انه ياخد قلبه هو ويزرعه مكان قلب ابنه. والكل بيتصدم من اللي جون بيقوله، لان ده معناه ان جون هيضحي بحياته علشان ابنه يعيش. وحتى لو العمليه دي اتعملت فنسبه نجاحها قليله جدا. فالدكتور بيعرفوا ان الموضوع اكبر من كده بكتير، وان لازم يكون في توافق دقيق بين الحاله والمتبرع، ولازم يعمل قبلها فحوصات بالهبل. فجون بيعرفوا انهم عملوا الفحوصات دي وكل حاجه متوافقه مع ابنه، زي فصيله الدم وقياسات تجويف الصدر والانسجه وكله. حتى قلبه كمان اكبر من حجمه الطبيعي ب3 مرات، ولو خدوا قلب جون هيبقى متوافق معاه. لكن الدكتور بيفضل مصر انه ما يعملش العمليه المجنونه دي. وسيون بيكلمه وبيقول له يتقبل مصير ابنه ويسيب الدنيا تمشي زي ما ربنا كاتب. لكن جون بتبقى خلاص قافله معاه على كده، والدكتور بيخاف يخالف القوانين ويعمل العمليه دي لانها هتنهي مسيرته كلها. ولما بيقول له جون لو انا ما وافقتش انت هتقتلني، فجون بيقول له لا، وبيوجه مسدسه على دماغه وبيقول له هقتل نفسي. طالما كده كده مايك لازم ياخد قلب حد ميت فانا لازم اكون الشخص ده. وبيهدد الدكتور بانه يعمل كده فعلا، والدكتور بيوافق فعلا على العمليه دي وينقذ حد فيهم بدل ما الاتنين يموتوا. وفي الوقت ده بتوصل جثه واحده ميته للمستشفى، وبتبقى ماضي على تامين بالمقابل
مقابل ان اعضائها تتاخد بعد موتها، وده اللي بيحصل لها فعلا حاليا، والدكاتره بيتاكدوا من صحه اعضائها دي علشان ياخدوها منها، وبتبقى فصيله دمها زي جون وابنه اللي في الوقت ده بيكون كتب وصيته وكتب انه هيعمل كل ده باختياره، وبيطلب منهم توقيع لشهيدين، وفعلا بيوقعوا، وبيهزر جون معاهم وبيقول لهم ما كنتش هقتل نفسي، ده لو كنت لقيت عامل الامن دم مطابق لدم ابني، وكلهم بيضحكوا سوا، وبيودعهم جون للمره الاخيره، وبيروح لغرفه العمليات وبيشوف ابنه وهو نايم وبيصحيه وبيفرح جدا، ومايك بيساله اذا كان لقى قلب جديد، فبيرد جون وبيقول له ايوه وانه هيبقى بخير خلاص، وبيقول له يسمع كلام امه دايما ويفضل يوصيه بشويه نصايح يعملها لما يكبر، وبيتاثر جون جدا وبيداروا دموعه، واكيد مايك ما بيعرفش ان ابوه هيديله قلبه وهيموت هو، وبينهار جون من البكا وبيشاور على قلب ابنه وبيقول له انا هكون دايما معاك هنا. لكن في الوقت ده واحد من الممرضين اللي كانوا ماسكين حاله مايكي بيلاقي ورقه جايه له فيها بيانات المتبرعه اللي لسه متوفيه واللي بتبقى متطابقه مع مايك في كل حاجه، وعلى طول بياخد بعضه وبيطير على المديره، وجون بيبقى بيستعد خلاص انه يقتل نفسه علشان ياخدوا قلبه، وبيطلع مسدسه قدام الممرضين وطلقه واحده بس، وبيتصدم الممرض لما بيعرف ان المسدس كان فاضي طول الوقت ده، وبيعمر جون مسدسه بالطلقه اللي معاه وبيستعد انه يخلص على نفسه، وبيوصل الممرض ده للمديره وبيعرفها باللي حصل، وجون خلاص حط الفوطه تحت راسه وبيستعد انه يقتل نفسه، ولما بيضرب الطلقه ما بتخرجش من المسدس، وبينهار جون من اللي حصل، وبيعرف انه كان فاتح الامان بتاع المسدس، وفي الوقت ده المديره بتعرف دينيس والشرطه باللي حصل، وانهم خلاص وصلوا المتبرع ومستعدين يعملوا العمليه دلوقتي، وبتتواصل دينيس في اللاسلكي مع جون وبيسمعها، وبيكون حاطط المسدس لسه على دماغه، وبيقفل الخط بينه وبينها لانه بيبقى مفكرها عايزه تطمن عليه وكده، وهو مش عايز يعرفها باللي هو ناوي عليه، وعلى طول بتجري بنفسها ناحيه الباب وبتصرخ باسمه، وهو بيبقى خلاص هيقتل نفسه لحد ما بيسمع مراته وهي بتقول انه المعجزه حصلت ولقوا متبرع، والاخبار بتذيع على طول كل حاجه. وبعد الخبر ده جون بيسيب الرهائن كلها تخرج من المستشفى، وبيخرج هو اخر واحد وهو ماسك مسدسه، والناس كلها بتصرخ من الفرحه، وبيسيب مسدسه على الارض وبيقعد على ركبته لحد ما الشرطه بتروح له وبتقبض عليه، لكن بنلاحظ ان ده سيون مش جون، وجون بيبقى متنكر في لبس واحد من الممرضين، وبعدها بيعملوا العمليه لمايكي، وجون بيبقى واقف يتفرج هو ودينيس على اللي بيحصل لحد ما الملازم بيوصل لهم، واول ما بيشوف جون بيعرفه على طول، وبيبقى جايب معاه كلبشات وبيديها لجون علشان يسلم نفسه، وبيفضلوا يتفرجوا على العمليه اللي بتنجح اخيرا وبينقذوا حياه مايكي، وجون بيبقى بعت سيون كانه هو عشان يكسب بس شويه وقت، وده اكيد علشان يحضر العمليه بتاعت ابنه. وبعد الاحداث دي بيجي يوم المحاكمه بتاعت جون، واللي بيبقى متهم في خطف وشروع في قتل، والاخبار كلها بتتكلم عن المحاكمه دي، وبتبقى قضيته كبيره ومسمعه بين الناس، واكيد انها قضيه راي عام، وجون بيبقى عامل ضجه للمظالم اللي مش واخدين حقهم، ولل 40 مليون اللي ما عندهمش تامين صحي، والثوره اللي بتحصل على الحكومات وعلى النظام الصحي في الدوله. وبيروح جون للمحكمه، وابنه ومراته وكل الطاقم ده بيبقوا موجودين، واللي بيبداوا يبرئوا جون من كل التهم اللي عليه الا الخطف واحتجاز الرهائن، وبيتكلم القاضي وبيقول ان العقوبه هتتحدد بعد اسبوع، وجون بيعرف ان كده كده هيتسجن لكن لفتره قليله، وبيزعل مايك عليه جدا، وجون بيطمنه عنه وبيودعهم وبيمشي، ومايك بينادي عليه وبيقول له الوداع، والمره دي جون بيظبط له الجمله وبيقول له بلاش كلمه الوداع دي، اسمها اشوفك قريب او على خير. ولما جون بيخرج من المحكمه سيون بينادي عليه وبيقول له خد بالك من نفسك يا بطل، وكلنا في ظهرك وبنحبك، ومايك بيودعه من ورا ازاز العربيه اللي هو بيتنقل بيها. وبس كده وبيخلص ملخصنا، واللي لو عجبك فما تنساش انك تدعمنا بلايك وتشترك بالقناه لو اول مره تتابعنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.